عليكم بخير. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد مع وصفة جديدة. واليوم نقدم لكم تشيز كيك فردي بالحامض، كيجي غزال بزاف بزاف، سهل بزاف واقتصادي، والمنظر ديالو زوين وشي حاجة راقية تحملوا جا قدام ضياف ولا الكوتي ولا عيد ميلاد ولا اي مناسبة. بالنسبه لهاد تشيز كيك فردي زوين بزاف المنظر ديالو، وحتى في الحطه ديالو تيجي زوين بحال شكل ديال لي صواريات صغيورين. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال هاد لي تشيز كيك هادو، نتمنى انهم يعجبوكم ونتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تملوش وما تقنطوش، ونعاود نقول لكم مرحبا بكم والف. بالنسبه لهاد تشيز كيك البنات حنا نصايبوه بالجينواز، غنحتاجو فيها 2 بيضات، وغنحتاجو فيها معلقه كبيره ديال الزبده و3 المعالق ديال الطحين، ومعلقه صغيره ديال قشوره الحامض، ومعلقه صغيره ديال الكاكاو، ومعلقه كبيره ديال سنيده. هادشي اللي غنحتاجو فيه، يعني ما نحتاجوش طبقه كبيره ديال الكيك، غنحتاجو طبقه صغيره يعني عي باش تكون لا باز ديال هاد التشيز كيك هذا. بدل ما نديرو البسكوي حنا غنديرو طبقه صغيره ديال جينواز. كنبداو على بركه الله، تنديرو البيض والسنيده وقشوره الحامض وتنطربوهم، ونديرو معاهم واحد القبيصه ديال الملحه صغيره. ومن بعد البنات نضيفو ليها معلقه ديال الزبده، وغنطربو حتى تذوب لينا ديك الزبده اصلا خصها تكون عندنا في درجه حراره المطبخ، يعني تكون زبده رطبه باش دغيا تطحن لينا في الطحانه في لاباتور. ومن بعد غنضيفو الطحين ونضيفو الكاكاو، اخر مرحله غنضيفو خماره واحده. بعد ما كملنا التخليط ديال هاد الكيكه البنات، كنبسطوه فوق واحد الصفيحه ديال الفرن فوقنا ورق الزبده، ونحاولوا نبسطوه وندخلوه يطيب في الفران راه في ساعه كيطيب. يعني نحاولوا غير نبسطوه وما تخافوش، راه دغيا غيطيب وغيتنفخ لحقاش ديجا حنا درنا فيه خماره واحده. وبالنسبه للكريمه البنات انا استعملت علبه ديال شونتي كيف كتشوفوا. ممكن تستعملوا حتى الحليب ديال الكريم فريش بحال الحليب ليكيد، واستعملت النكهه ديال الحامض، واستعملت كذلك سكر كلاصي 2 معالق، وجبن اي ماركه، والحليب. تنبداو تناخدو العلبه ديال شونتي الاولى كنطربوها مع كاس ديال الحليب، ما نستعملوش الحليب بزاف يعني كاس فقط، وكنضيفوا ليها النكهه ديال الحامض، وغنضيفوا ليها سكر كلاصي حتى هو. يعني السكر كلاصي كتبقى حسب الرغبه ديالكم. انا هندير 2 معالق ديال السكر كلاصي لحقاش الجبن مالح، حنا تنخلطوا بين الملوحه والحلاوه، يعني خصنا نديروا واحد الميلونج بيناتهم. تنطلعوا الكريم شونتي هو الاولاني، ملي كيطلع لينا كريم شونتي هذيك الساعه باش كنضيفوا ليه الجبن. وبالنسبه للكريم شونتي حنا ضفنا ليه النكهه ديال الحامض ماشي الحامض. الا ضفتوا الحامض للكريم شونتي ما غيطلعش وغيخسر معاكم، ما غيخسر ليكم، ما غاديش يطلع ليكم. داكشي علاش انا استعملت غير النكهه ديال الحامض. بعد ما طلع ليا كريم شونتي كيف كتشوفوا، دابا غنضيف ليه الجبن. ممكن تستعملوا فيلادلفيا او اي ماركه، كاين جبن اللي ما مالحش
انا ما لقيتش، استعملت غير هاد الجبن هذا اللي كتعرفوه عادي، وممكن نستعملو حتى الجبن العادي ديال العبار، المهم يكون فيه جبن. ولا ما كاينش كاينه واحد الفكره اخرى، ممكن تستعملوا 3 ديال القطع ديال كيري اولا 4 مع واحد 2 بيرلي، كذلك كيجي زوين بزاف بزاف. تنكملوا التطراب ديالنا حتى كنحصلوا على الكريمه تكون رطبه وزوينه. بالنسبه للسيرو البنات، انا استعملت فيه نص كاس ديال الماء ونص حامضه والسكر. هادشي باش غادا نسقي هذا الجينواز هذا. تناخذوا اطارات بحال هذا الشكل هذا اللي عندي، او اي شكل عندكم نتوما، سواء بغيتو ديروهم فرديين ولا ممكن ديروهم حتى ديروا تشيز كيك وحده يعني كبيره. تنقطعهم قطعه كيف كتشوفوا، السمك ديالهم ما غليظش بزاف، راهم رقاق. هذا هو المضمون فيهم، حنا هذا هو الغرض ديالنا، هو انهم يجيونا رقاق ما يجيوناش غلاظ. من بعد تنسقيوهم بديك الصغوه اللي صايبنا اللي فيها الحامض والسكر والماء، تنسقيوهم وتنعمروهم الكريمه ديال الجبن اللي صايبنا. اما بالنسبه للطبقه الاخيره البنات، انا استعملت فيها الفلو وكاس فيه شويه الحامض والسكر وواحد شويه الملون. تناخذوا الماء، تندير فيه شويه الحامض وكندير فيه الفلو وتندير فيه شويه السكر وتنخلطهم، تنديرهم فوق البوطه واحد شويه يغلي واحد شويه، ومن بعد كنصفيه وكنخليه يبرد واحد شويه. ومن بعد كنجبد الميني تشيز كيك من الفريكو بعد ما درتو في المجمد واحد 3 سوايع، تنديرو من الفوق ديالو. هذه طبقه كنديروها في قبل ما نديرو الكاكاو، حيت حنا غنزينو بالكاكاو. ممكن تخليو غير هاد الطبقه وتخليوها بحال شكل الكلاصاج، كتجي زوينه. كنستعملو بملعقه وتنصبو هنايا بعد ما خلينا واحد شويه ديال ليسباس فين غنحطو هاد الطبقه هذه على حسب هاد التشيز كيك ديال الحامض. وهاد الطبقه فيها الحامض، يعني درنا فيها شويه ديال الحامض، يعني مع الماء والفلو درنا الحامض. من بعد ما شد راسو الفلو البنات، كنجيب شويه الكاكاو كنديرو فواحد الصفايه وتنحاول ندردرو فوق منهم باش يجي المنظر ديالو زوين هكذا، باش كيجي الطبق تيجي بحال شكل ديال طبقات. يعني في القاع ديالو كاين جينواز كحله، وفي الفوق ديالو غادي نديرو هاد الكاكاو على اساس غنزينو بوريدات من الفوق. هاد الوريدات البنات صايبتهم بعجينه ديال الشوكولات، ومن الفوق درت فيهم عقيقات. دابا نحط لكم ان شاء الله فيديو الشكل كيفاش تصايبوا عجينه الشوكولات وكيفاش تلونوها. هذا هو الشكل ديال هاد التشيز كيك البنات، كيجي زوين بزاف، المنظر ديالو غزال بزاف وتيجي شاد راسو قابض راسو. كيف كتشوفوا الجينواز راها رقيقه ما غليظاش بزاف، وهذاك هو المضمون ديالها. حنا بغيناها تكون رقيقه. حنا علاش زينا من الفوق درنا الكاكاو باش يجي منظر ديال البيضات صفرين هكذا، باش تعطينا منظر على اساس ان هاد الوصفه راه ديال تشيز كيك ديال الحامض، وفعلا النكهه ديال الحامض حاضره. درنا في الجينواز قشور الحامض، وكذلك درنا نكهه الحامض في الجبن، في الطبقه ديال الجبن، وكذلك درنا الحامض في الطبقه الفوقانيه. كيجي منظر ديالو زوين بزاف. شوفوا من الداخل كيفاش راه متماسك وشاد راسو. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم البنات،
وكيف العادة غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى